بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا انا سمعت او عرفت ان في قرار او في قانون جديد طلع، وانا شايف انه مهم جدا وكنت لازم اتكلم عنه في ظل طبعا انشغال المجتمع المصري بتعديل او بتعديلات قانون الايجار القديم، وهو تم التصديق على قانون رقم 88 لسنه 2025 اللي تم التصديق عليه يوم 17/6، المتعلق بانشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات على مستوى جمهورية مصر العربية. كل عقار في مصر هيبقى ليه رقم قومي زي البطاقة الشخصية بالظبط، محطوط فيه كل البيانات المتعلقة بالعقار تفصيلية تفصيلية، بمعنى ان مفيش حد بعد كده ان شاء الله هيقدر ان هو يتحايل او ينصب. اهداف الكلام ده ايه؟ اول حاجه طبعا سهوله ثبات الملكيه من غير اللجوء للمحاكم. اتنين، منع طبعا النصب والاحتيال والتحايل، وسهوله الشراء، وان انت تبقى يعني راح تاخد المنشاه او راح تشتري العقار او راح تشتري في شقه في العقار ده انت عارف كل كبيره وصغيره عنه، ولا حد يضحك عليك ولا ورق مضروب، اصل ورثه، اصل على المشاع، اصل مش عارف راح فين، اصل جه منين. انسى الكلام ده تماما، انساه تماما. ان شاء الله هيتم التطبيق، خلاص هو تم التطبيق فعلا يوم 17/6. معاك 6 شهور، من 6 شهور لسنه، لحد ما ربنا يكرمهم ويلموا القصه دي، وهيبقى لكل عقار رقم قومي، وهيتعلق لوحه على كل عقار بالرقم. واي حد هيحاول يبوظ اليافطه دي او يتلاعب فيها سواء عن عمد او غير عمد، عندك عقوبه مبدئيه من 1000 ل 15000، ولو انت متعمد 6 شهور حبس و30000 جنيه غرامه، او احدى هاتين العقوبتين. انا شايف ان ده قرار جامد جدا، عشان خاطر طبعا التهرب بالضرائب والمخالفات الموجوده في العماير والعشوائيه اللي احنا فيها. هتقدر تشتري العقار وانت عارف كل حاجه عنه، من غير ما تقعد تروح وتسال وتلف وتدور حوالين نفسك بالرقم القومي بتاعه وتسال عليه، تعرف ايه المشاكل اللي في العقار والدنيا ماشيه ازاي ورايح فين وجاي منين وكل حاجه عنه. وهيقدر يحكم السوق ويعرف كل كبيره وصغيره عن العقار في جمهوريه مصر العربيه، والعشوائيه اللي احنا فيها في البنى، وكل واحد يطلع بمزاجه وتقعد الحكومه تدور على ده وتجيب ده هيلم الدنيا كلها. بحيي مجلس النواب على القرار ده، بشكر السيد الرئيس على التصديق وتفعيل القرار ده، عشان ربنا يرحمنا من النصب والاحتيال والشغل اللي بيحصل في بيع العقارات. وكلنا عارفين جدا ان اغلب حالات النصب حاليا هي في العقارات، وفي ضرب الورق، وان انت تشتري ورق، تشتري عقار تلاقي ورقه مضروب وتلاقي ده اصلا مش صاحبه وعامل ومسوي. الحمد لله، من القرارات المهمه جدا ومن التعديلات المهمه جدا، وانا حبيت اطلع اتكلم عليه وادي خلفيه عنه لحد ما يبدا يطبق فعلا، او يبدا ان هم يشتغلوا عليه معانا. مش اقل من 6 شهور، ممكن توصل لسنه، لحد ما يقدروا يلموا القصه دي كلها، وهيبداوا يشتغلوا ان هم يسجلوا بيانات عقارات جمهوريه مصر العربيه كلها بلا استثناء. تحياتي ليكم، رب الفيديو يكون عجبكم، شير للجميع عشان الناس كلها تعرف ايه اللي بيحصل وايه التعديلات اللي جايه ان شاء الله. اشوفكم على خير.